السلام الله عليكم. الفيلم ديالنا غنبداو من الميريكان مع جون اللي خدام في القوات البحريه الامريكيه، يعني المريض. جا عنده الشاف ديالو وقال ليه انت راك مطرود من الخدمه حيت ما نفذتيش الاوامر ديالنا في اخر عمليه قمنا بها. جون تصدم وتدمر بهذا الخبر اللي سمع، ولكن ما عنده ما يدير. رجع للدار ولقى مراته كيلي وعاود ليها البلان وقال ليها راه ما بقيتش غادي نخليك حيت جراو عليا من الخدمه. هاد خونا سميتو روم غادي يدخل لواحد المحل كبير ديال المجوهرات. ضرب الحارس ديالها بواحد الكروشي وهدد الناس اللي كاينين تما اللي غادي يتحرك فيهم غادي يفرشخ ليه راسو، وقال لهم باللي غادي يقضي الغرض اللي جا على ودو وغادي يمشي بحاله. شد واحد خدنا من الناس اللي كاينين تما وغادي يهدد بها الحارس باش يحل ليه الباب. بعد ما حل ليه الباب طلعت خدنا من العصابه ديال روم وسميتها انجيل. جمع كاع داكشي اللي كاين في الخزنه، ولكن قبل ما يمشي قال ليه الحارس راني شفتك وغادي نبلغ عليك. روم تيرا فيه وقتلو، وفي الخرجه ديالهم غادي يتلاقاو مع البوليس كانوا جايين ليهم. روم بدا كيضرب فيهم وغادي التروين ديال بصح. غادي يجبد مورغان اللي خدام مع روم واحد البازوغه وغادي يشددهم. ركبوا في طوموبيلتهم وغبروا من السيكتو. بعد ما وصلوا البوليس للبلاصه بداو التحقيق في القضيه، ولكن الحاجه اللي ما بغاتش تفهم ليهم هو كيفاش العصابه عرفات الالماس كاين هنا والبوليس جابوه غير البارح. وكانت القيمه ديال الالماس اللي تسرقات 20 مليون دولار. جون اللي جراو عليه من المريض دبر على واحد الخدمه ولا حارس في واحد الشركه كبيره، ولكن واخا هكا هاد الخدمه ما عجباتوش وغير مضي باني بها. واللي حداه صاحبو بيلي طالقها وما مسواقش. شويه غيدخل هاد خونا اللي سميتو مايك وبدا كيغوت على هاد الموظفه. جالي جون وشنقو وخرجوا على برا، وبدا كيسب في هاد خونا وكيضحك عليه حيت جراو عليه من المريض وقال ليه تلات بك اليوم هنا. شدو جون هو وصحابو وفرشخوهم كاملين، وبسبب هادشي اللي دار غادي يطردوه من هاد الشركه وما غاديش يبقى خدام معاهم. انجيلا قالت لروم ما كانش عليك تضرب البوليس اللي سرقنا الالماس حيت غادي تجبد علينا الصداع. قال لها روم هادشي اللي درت راه كان خاصني نديرو والا غادي نتشدو. حتى الحارس اللي قتلت راه شاف ليا في وجهي وغادي نتورطو، هادشي علاش قتلتو. من بعد سونا روم الخونه اللي غادي يشري عنده الالماس، زكا معاه الامور ودار معاه البلاصه فين غادي يتلاقاو. جون رجع للدار وكان كاعي. مرتو غادي تقترح عليه باش يمشيو يخرجوا يدوروا ويفوجوا شويه وهكا غادي ينسي جون في داكشي اللي وقع. وجون بطبيعة الحال غادي يوافق. ومورغان اللي خدام مع العصابة ديال روم جاي يختار الطوموبيل اللي غادي يهربوا بها. خدا الطوموبيل ومشى. جون فاش كان مسافر هو ومرتو كيلي وصلوا لواحد الستاسيون غادي يوقف باش يجيب شي حاجة ما يقصر، وبالصدفة غادي يتلاقى مع روم والرجال ديالو وغادي يدخل لداخل باش يجيب شي حاجة ما ياكلو. شوية واحد البوليسي غادي يتلاقى مع روم في ستاسيون وغادي يسولو فين غادي ومنين جاي. روم قبل ما يجاوبو جا مورغان من اللور وقتلو. غادي يجبد روم السلاح وغيتيري في البوليسي الثاني اللي باقي في الطوموبيل. جون فاش سمع الخرطاس خرج كيجري باش يشوف شنو واقع، ولكن واحد من العصابه غادي يضربو بالطفايه لراسو. وجون غادي يطيح للارض وغادي يشوف مرتو داوها معاهم كراهيه. وقبل ما يمشيو غادي يفرقع مورغان ستاسيون كامل، ولكن جون سلت منها ومشى كيجري باش يعتق البوليسي اللي في الطوموبيل. قال لي ما تخافش غادي نعتقك وغادي نصيفط لك الاسعاف. هز الطوموبيل ديال البوليس ومشى قصد يتبع العصابه. غادي يلوي مع البوليس في الطولكي وغادي يقول لهم راه صاحبكم مضروب باش يعتقوه، وقال لهم بلي واحد العصابه هي اللي دارت هادشي وخطفوا ليه مرتو. غادي كسيري جون الطوموبيل حتى وصل للعصابه. بدا مورغان وانجيلا كيتيريو في جون. بقى جون غادي وكيفانتي فيهم، ولكن العصابه غادي تفرقع به الطوموبيل وغادي يتلاح جون في واحد الواد وغادي يخرجوا كاملين باش يتاكدوا باللي راه مات. روم قال العصابه خاصهم يمشيو من هنا قبل ما يجيو البوليس. شويه غادي يجي المحقق فان للبلاصه اللي طاح فيها جون واللي تفرقعات فيها الطوموبيل. خرج ليه جون وكان باقي حي وقال ليه راه خاطفين ليا مرتي. المحقق فان قال لي خاصنا نتسناو الدعم يوصل. قال ليه جون انا ما نقدرش نتسنى حتى يقتلوه. البوليس بداو كيقلبوا على روم والرجال ديالو اللي كانوا وسط الغابه وكيتمشاو على رجليهم ورادين البال. جون غادي يبقى تابعهم حتى وصل للبلاصه اللي كانوا فيها وغادي يكمل في الطريق ديالو، ولكن ملي وصل وسط الغابه غادي يطيح في واحد الفخ كانوا دايرين واحد العصابه اخرى. جا واحد فيهم وشدو وقال ليه جون انا راه ماشي بوليسي، راني جيت هنا كنقلب على مرتي خاطفينها ليا شي وحدين. خونا ما غاديش يثق به، يلاه كان ناوي يضربو وغادي يشد ليه جون السلاح، ولكن غادي يجي واحد خونا من اللور وضربو وغادي يغيبو. خونا روم وصل لواحد البلاصه وبانوا ليه البوليس كيقلبوا عليه. غادي يقول لصحابو غادي نبقاو هنا حتى تكرم الدعوه وغادي نقطعوا الواد ونمشيو نتخباو في ديك الدار. جون فاش فاق لقى راسو مربوط. غادي يجي عنده خونا وقال ليه شنو بغيتي عندنا.
جون غادي يقول ليه راكم فاهمين غلط، انا جيت كنقلب على مرتي خاطفينها ليا شي وحدين. خوتنا ما بغاوش يتيقوه وجون طلع ليه الدم، وفاش سمع الصوت ديال البوليس قرب ناض وشتف عليهم كاملين. خرج كيجري باش يوصل لمرتو قبل ما يقتلوها. روم والرجال ديالو قطعوا الواد وصلوا لديك الدار المهجوره باش يتخباو فيها. غادي يمشي مورغان باش يصيب ليهم الضوء وخضر يشعلو. وفي الخرجه ديالو ملي كان راجع غادي يتلاقى مع جون وغادي يبداو منوضينها وبدا التفرشيخ ديال بصح. غادي يهز جون واحد الموس وغيز ليه وقتلو. شويه غادي يخرج روم وغادي يصوني على واحد خونا باش يوجد ليه شي طوموبيل اللي يقدروا يهربوا بها غدا. قال ليه خونا كون هاني غدا غادي نوجدها لك. ملي صالا لابيل ديالو دخل وصيفط هاد خونا قال ليه سير شوف مورغان راه تعطل علينا. فاش مشى خونا يشوف غادي يخرج ليه جون وهزو حتى للسما وخبط به الارض وقتلو. شويه غادي يتفاجأ جون بالمحقق فان قدامه. سولو المحقق قال ليه شحال من واحد باقي في العصابه. قال ليه باقيين جوج. كاين مرات جون خرجت باش تسلت ليهم ولكن جات ليها انجيلا باش تمنعها وبداو منوضينها. وفي نفس اللحظه دخل جون وفان عند روم حط السلاح ديالو وقال جون انا راه ما خايفش من محقق فان حيت هو براسو كيقلب على هذا الالماس وبغى الباي ديالو. وغادي يقول للمحقق فان الا قتلتي ليا جون غادي نعطيك الباي ديالك. المحقق فان غادي يدور الفرديجيت جون وكان ناوي يقتلو ولكن جون غادي يتلاح عليه وبدارهم كيتيري فيهم بجوج ولكن جون غادي يقدر يسلت منهم. خرج رو كيجري ودا معاه كيل وانجيلا وقبل ما يمشي فرقع الدار كامله ولكن جون قدر يسلت منها كيف العاده. خدارهم الطوموبيل ديال المحقق وعفض عليها ومشى سلت. شويه غادي يجي واحد البوليسي بواحد الباركو وقال لجون طلع من الماء وسلم راسك ولكن جون تقلب عليه وغادي يكتفو. خدا ليه الباركو وكسير عليه. روم فاش كان غادي يلقى واحد جي بي اس في الطوموبيل ديال المحقق وهنا كان خصو ضروري يدخل الطوموبيل حيت غادي يلقاوهم. دبر على واحد الرموك وكمل الطريق. فاش كان جون غادي بالباركو في الواد غادي يبان ليه واحد الرموك دايز حداه ولكن ما عرفش شكون راكب فيه. فاش شافتو مرتو غوتات وعرفهم هما اللي راكبين فيه. غادي يطلع جون من الواد ومشى كيجري حتى وصل للرموك وغادي ينقز وطلع. مشى حدا الباب وحلو وجر انجيلا ولاحه. روم فاش شاف جون لاصق ليه في الباب بدا كيدخل الرموك في الديور اللي كاينين جنب الطريق وهكا قدر يطيح جون للارض. غادي يكسير الرموك ودخلو في واحد البرميل ديال ليسونس وغتشعل العافيه في الكوان كامل. غادي يطلق روم الرموك ونقز وغتبقى كيلي مرات جون حاصله فيه. غادي ينوض جون ومشى كيجري باش يعتقها. الرموك غادي يطيح في الماء وغرقا الكيل. جون غادي شد روم وبدا كيفرشخ فيه وهزو لاحو وسط العافيه ومشى كيجري وتلاح في الماء. غادي يقصد الرموك وغادي يوصل للكيل وقدر يخرجها من تما. غادي يبدا كيعتق فيها حيت شربات بزاف ديال الماء ومن بعد بزاف ديال المحاولات غادي تفيق مرتو كيل. وهكذا قدرت جون يعتق مرتو من العصابه وينتقم منهم. وبهذا غنكونوا سالينا الفيلم ديالنا. الا كنتي اول مره كتفرج فيا ما تنساش تشترك في القناه وفعل زر الجرس باش يوصلك ديما الجديد. السلام عليكم.